هذه اللحظة وهذا التكريم للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو بطل الحرب والسلام والذي قام بفداء الوطن وقدم من وقته وجهده للتخطيط لهذه الحرب، يعني شعور سيادتك في هذه اللحظة؟ في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنا مقدرة وبشكر الرئيس مرسي جدا جدا أنا وأسرتي على هذه اللفتة الكريمة اللي عملها، والاعتبار خصوصا قلادة النيل ونجمة الشرف، كل ده تقدير لأنور السادات. في الحقيقة يعني من 30 سنة ما شفناش حاجة كده. أنا مش هتعب حضرتك كتير في الحديث يعني، لكن أنا باسم الشعب المصري وكمواطن مصري أوجه الشكر لسيادتك، وأوجه الشكر لكل أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأوجه الشكر أيضا لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات لما قام به من مجهود يعني لاستعادة الأرض واستعادة الكرامة لهذا الوطن. أشكر قواتنا المسلحة أيضا نشكرها ونفتكرها بكل الخير خصوصا في الأيام دي. إن شاء الله. أشكر سيادتك، شكرا جزيلا.